بلبنان وبالدول المجاورة بنحتفل بعيد الميلاد ليلة الميلاد بعشاء الميلاد. بهذا العشاء بيجي بير نويل، وبآخر العشاء في عنا بنروح على الكنيسة مسلمين. هلا ببلاد برا بلكن بأوروبا وبأمريكا الاحتفال بيكون غدا ب 25. نعم. نحن بنحتفل ليلة العيد، لهيك من هلا بين العيال بينعرف عند مين رح يكون عشاء الميلاد. وعادة هذا العشاء بيبقى أهلية بمحلية، يعني العيلة، التيتا، جدو، العمات، بلكن الخالات، الأولاد وولاد الأولاد بيجتمعوا بهيدي المناسبة ليعيدوا سوا. وكتير أوقات بيكون في أصحاب من بلكن أصحاب عايشين بالبلد ما عندهم أهل، بيجوا كمان ممكن ندعيهم على عشاء الميلاد. وهذا العشاء باي ذا واي مش بس المسيحية بيعملوه، كتير 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 من المسلمين بيعملوا هذا العشاء وبيحتفلوا مثلنا مثلهم. مثل ما نحن بنحتفل برمضان وبالافطارات، هن كمان بيحتفلوا وبيعملوا ليلة الميلاد عندهم ببيوت. صح كارمن، لأنه بنحس الناس كتير أوقات جعبالها أنه سبب أنها تجتمع تحت سقف واحد على طاولة وحدة، وهيك يصير في هيدا جو المحبة، فبتستغل أي عيد، وخاصة إذا كان هالقد عيد ضخم وحلو ومعانيه حلوة لحتى يجتمعوا. معك حق. مزبوط مزبوط. ونحن ما لازم نفوت ولا أي فرصة لوركا، وخاصة نحن اللبنانية، ولا أي فرصة لأنه ننبسط فيها، لأنه ما عارفين شو ناطرنا بكرة بقى. لأنه كفينا تعاسة قليلة وضغط. خلينا نحتفل ونعيد. نعم. هلا أنا إذا قررت لكن العشاء عندي بالبيت، بدي من هلا أعرف شو المنيو، شو بدي أجيب، لحتى ما أهلك حالي لآخر تكي. ما مفروض أنا ليلة الميلاد بين على حالي إني تعبانة هلكانة لأني كل النهار كنت واقفة عم بحضر. ما بيصير. لهيك التحضير المسبق كتير مهم. يعني أنا من هلا ممكن، يعني وهذا اللي صار، نزلت واشتريت الدند. نحن على طاولتنا بيكون في أكل كتير، بس أهم شيء هي الحبشة اللي نحن هيدي لازم ضرورية تكون على سفرة كل حدا بيحتفل بالميلاد. بقى مش غلط اني من هلا انزل اشتريها لحتى ما اترك القصص لقبل بيوم او قبل بيومين. وكتير قصص ممكن احضرها من هلا لما اتعب حالي، حتى بالفريزر لحتى نهار الميلاد ما اكون هالقد تعبانه ليله العشاء. اهم شيء ضيوفي ما يحسوا حالهم انه تعبانه او هلكانه من التحضير. نعم. مش غلط اذا انا كنت عم بشتغل اني اطلب كيترينج، مش ضروري فول كيترينج، بس بلكن اطلب ديليفري مثلا كذا بلا، اطلب السخن كله ديليفري، اعمل انا السلطات. مش غلط ابدا. اهم شيء اني انا لما عم بحطهم على الطاوله ما احطهم بصواني الالومنيوم اللي جايبين لي اياهم الدليفري. نعم. كثير اهتم بالبريزنتاسيون تبع الاكل تبعي. هيدا العشاء منه عشاء عادي، هيدا عشاء ميلاد، لكن طاولتي لازم تبرهن على انه عشاء ميلاد. ممكن زين الطاوله بقصص كثيره من ضمن البودجي، يعني الشرشف الابيض تبعي العادي هو زيته ممكن استخدمه، وحط على هالشرشف جيرلاند، قصص جايبتها من الشجره، زين فيها كروز خضراء، كروز يابسه، بولات حمر، نجوم، رشهم على الطاوله لحتى يبين فيه مظهر العيد. حلو ابدا طاولتي تكون كاني انا عم بعزم مثل كل يوم عادي، لا، حلو غير. البريزنتاسيون تبع الاكل بتختلف. يعني صحن الحمص اذا كنت انا مقرره حط صحن حمص، مش غلط ابدا اني ارسم بالبقدونس السابان دو نويل، احط بالبندوره كانه بول احمر. حلو. يعني مش ضروري يعني نستعمل ابداعنا وفنوننا في تزيين هيدي السفره بشكل كتير بسيط، يعني لحتى بشكل كتير بسيط لحتى ضيوفك يحسوا انه هيدا عشاء غير في اجواء الميلاد. نعم. البيتزا ممكن البيتزا ممكن اعملها على شكل ارزه، يعني سابان، مش ضروري اعملها مدوره. قصص كثيره ممكن زينهم على سفرتي يبينوا انه في اعياد ميلاد. نعم. حلو انا اذا عم بحضر المنيو احسب حساب الناس الكبار بالعمر اللي معهم كوليسترول، اللي معهم امراض مزمنه، بلكن حدا معه سكري بالعائله. اعمل مش ضروري كله مقالي، مش ضروري كله سمنه وزبده لا، اعمل احسب حسابهم انه هن موجودين ليقدروا ياكلوا. واذا في اولاد كمان بدنا نحسب حساب الاولاد شو بحبوا.
يمكن بالفعل. ايه بس انه شغله بالها هيدي انك تحسبي حساب تفتحي مطعم. ايه لوركا، لهيك نحن كل حدا عنده عزيمه بالبيت مني وجوري يعني بنعتل هم. لهيك بنقول نحن خلينا نفكر قبل باسبوع. ابدا ما بيكون هم، بالعكس بيكون يعني بنريح حالنا وبنوصل لهديك النهار نحن ومرتاحين. طب كارمن، المشاركه بهيك سفره طبيعيه ولا غلط؟ المشاركه يعني كل حدا يعمل شيء. اكيد انا ممكن اطلب من اختي الا انت بتعملي تبولة مثلا التبوله، اكيد مش غلط ابدا. ممكن اطلب من ما بعرف مرت خيي تعمل هي الداند، مش غلط ابدا. المشاركه حلوه، بس انا كصاحبه البيت انا اللي بدي، مش اتوقع انه هن يقولوا لي لا. انا بدي اطلب، ومش غلط انه نطلب نتشارك بهيك عشاء لحتى يخف الحمل على صاحبة البيت. طيب كارمن، سؤال كمان بيفرض حاله. هلا الناس اللي عم بيسمعونا حيقولوا انه ليك هن وين وليك نحن وين، بمعنى انه الوضع الاقتصادي كثير صعب على كل الناس، وفكره سفره يعني فكره مائده ممتده ومتلينه ومتنوعه وهالقد مثل ما انت عم تشرحي شهيتينا، حيكون شوي يعني هيك شوي غريب او باذخ بالنسبه للناس اللي احوالهم على قدهم منا وبالجر اكيد. فبرايك انه المبالغه بهذا المطرح بالاكل مش غلط بهيك فتره، او ولانه الميلاد مسموح؟ شو رايك انت؟ هلا الفرصه هيدا عشاء الميلاد، طبعا الاحوال الماديه كثير صعبه على الكل، بس اللبناني الا ما بده يعمل سفره. انا مش ضروري السفره تبعيتي تكون فيها فواغرا، مش ضروري تكون فيها الاسماك الغاليه الثمن السمول، لا، في انا اعمل بهالفروج. اذا ما بدي اشتري داند ممكن اعمل بالفروج العادي الكبير بالحجم شوي، اعمل رز حواليه، اعمل صحن الحمص، صحن المتبل، ورق العنب. يعني السفرة ممكن تكون من بسيطة. السفرة المطبخ اللبناني، ما في لزوم أنا أروح للأجبان الأمبورتي وللقصص الأمبورتي اللي بدها طبعا كتير غالية بهالأيام. نعم. بدنا نفكر نحن بالمينيموم. ولوركا شو ما عملنا وشو ما طبخنا نحن ما منزت الأكل ممكن يرجع. أنا أعطي الضيوف اللي عندي حطهم بعلب صغيره واقول لهم بقي دجاج، بقي حبشه، بقي رز، اعطيهم اياهم بعلب. ممكن اعطي نزل للمحتاجين عندي، بلكن ناطور، بلكن باخر الحي في عائله محتاجه. ما في شيء بينكب وما في شيء بينزت. ما بدنا نقول بس بالضبط، نحن بدنا نقول باللي نحن اللبناني مشهورين بنعمل اكثر شعب بيعمل ادابتاسيون، بيتأقلم، تكيف. إذا بنطلع حوالينا وهذا بمطرح ضرر، يعني عامل ضرر للوطن. مش ضروري ضرب. نحن خلقنا هيك لوركا من 60 سنة لورا. أنا لما خلقت وعنا حرب وعنا أزمات. بقى هل التأقلم هيدا خلينا نعيش ونكفي لهون؟ صح. مش غلط هيدا التأقلم. نعم. بالعكس نحن بنعمل أدابتاسيون. الوضع كتير صعب، بس تطلعي حواليك بتلاقي إنه اللبناني تأقلم. وهيدي هي ميزتنا، وهيدي بالعكس هيدي اتس بلس، مش شغله منا منيحه. لا نعم. بالعكس انا بلاقيها كثير منيحه تو سرفايف، لو الا كنا متنا من زمان. بالضبط. فاذا فكره الفخامه فينا نحطها على جنب كارمن، صح؟ الفخامه، ونحط هيك روحنا بقلب السفره، الزينه اللي قلتي عنها، التواضع، الحنان، اكيد رشه مشاعر، بيمشي الحال. كل ما هيك نحن عم نقول نحن بالمينيموم فينا نعمل سفره مرتبه حلوه، وحرام ما نعيد. نعم. حرام ما نعمل سفرة لأولادنا، يعني لكبارنا اللي بالعمر. أنا أمي مثلا الأهل كبار بالعمر ضروري نحسسهم إنه نحن هلأ يا لطيف مزنوقين كتير وما نقدر نعمل لهم عشاء، كرمال الكبار بالعمر وكرمال الصغار اللي بالعائلة. نعمل جهدنا إنه نعمل نحتفل بأقل قدر ممكن نعمل أشياء كتيرة وفرق كتير كبير على سفرتنا وببيتنا، بزينة بيتنا، نتفة ميوزيك، أعياد أجواء ميلادية، مش غلط. مش بالضرورة نبزخ بالهدايا، لا، فينا نجيب هدايا كتير صغيرة، نعمل جستات صغيرة بتفرح القلوب، قلوب الجميع الحاضرين. وأهم شيء على ست البيت دايما أنها تكون حاضرة ناظرة باستقبال ضيوفها. وهي ست البيت إذا كانت مبسوطة الأجواء كلها بدها تكون فرح، وإذا كانت هي تعبانة وهلكانة
وعم بتفكر بدولار وين صار، وبكره كيف بدها تعمل ومنين بدها تجيب. طبعا هيدي الاجواء بدها تنعكس سلبا على عشاء الميلاد. لهيك بنقول بدنا نتكل على ربنا بكل شيء ونشكر الله على كل شيء. مش نحن هلا ما عليه نشكر ربنا على كل شيء ونقول نحن بالمينيموم بدنا نعمل قصص كثيره، والست اللبنانيه بالاخص فيها تعمل التبديع بالمشي. ما بعرف يعني ما عندي، انا ما قادره اجيب حبشه كثير غاليه، ممكن اعمل رز على لحمه، رز عربي، فلفل، حط فوقه ما بدي احط صنوبر، في حط ما بعرف لوز المكسر اللي هو اقل سعر من حيلا شيء. نعم. ممكن زين فيه. نعم. بقى ما نقول ما قدرتنا، بلا نحن قدرتنا ونطلب المساعده. مش غلط انا اتشارك، انا واختي، انا وامي، انا ومرت خيي، اتشارك ونقول نحن بدنا نعمل سفره حلوه. برجع بشدد وبقول لانه نحن دائما بدنا تو سيلبريت الحاضر، نحتفل بالحاضر، ما عارفين بكره شو ناطرنا، وان شاء الله يكون اللي ناطرنا حلو يا رب. ما عم بقول لا. مهم سهرة الميلاد يا كارمن تحقق هدفها اللي هي انه الاجتماع على المحبة. بدي اتمنى لك انا بدوري كمان عيد سعيد كارمن، تستحقي انت وعائلتي.